السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله مستمرين معاكم. النهارده هنراجع الوحدة الثالثة، وحدة الهندسة، وحدة نارية. فاحنا عايزين بقى تركيز كويس كده، سكتشك قلمك آلتك الحاسبة وركز معايا. كل جزئية في الهندسة واحنا بنحل هشرح لك ما يحيط بيها. يعني مثلا احنا هنشرح دلوقتي هنحل مسائل اقليدس، فلازم الاول افكرك بنظريه اقليدس طبيعي، فكل حاجه هتفتكرها. فدي تعتبر مراجعه شامله. الرياضه بالذات يا اولاد المراجعه بتاعتها بالحل، انت مش بتمسك الكتاب وتقعد تسمع بقى وتقرا النظريه، لا، مذاكره الرياضه بتكون بالحل. عشان في طلبه كتير بتسال انا اذاكر الرياضه ازاي؟ هي الرياضه بتتذاكر حرفيا كده حبيب قلبي، الرياضه مذاكرتها بتكون بالحل. انا بحل كده، انا بذاكر الرياضه. نبتدي بالسؤال الاولاني، بيقول لي في الشكل المقابل اي من العبارات الاتيه صحيحه؟ سيبني من اللي هو مديهولي ده وتعالى بص كده. هو الاي بي طوله كام؟ طوله 5. السي دي طوله كام؟ طوله 4. مين اكبر؟ الاي بي اكبر من السي دي لان ده ب5 وده ب4. اوكي ماشي. طيب لو انا بقى ضفت البي سي، الحته اللي هي في النص دي، لو انا ضفتها للاي بي وضفتها للسي دي، ايه اللي هيحصل في السي دي؟ فرضا البي سي دي طولها 2 سم، ده افتراض انا فرضته يعني. ساعتها كده يا مستر البي دي كلها هيكون طولها 6، صح؟ من اول البي لحد الدي طولها هيبقى 2 و4 6، صح؟ طيب ماشي. امال بقى طول الاي سي هيبقى كام؟ طول الاي سي انت قلت لي البي سي دي ب2 صح؟ فانا لو عايز من اول الاي لحد السي هيبقى طولها 5 و2 7. الاي سي هتكون ب7، انما البي دي هتكون ب6. مين اكبر؟ الاي سي اكبر. ودي اسمها قاعده الاضافه اللي احنا خدناها في مسلمات التباين. لو انت معاك 50 جنيه واخوك معاه 30 جنيه وانا ضفت لكم انتوا الاثنين 20، حطيت هنا 20 وهنا 20، مين الكبير؟ هيفضل هو الكبير. دي مسلمات التباين. فطالما الاي بي اكبر يبقى خلاص لما نضيف له الاي سي او لما نضيف له الحته بي سي هيفضل هو الاكبر برضه. يبقى انت ساعتها هتختار الاي سي اكبر من البي دي، اختيار رقم ج. السؤال الثاني في الشكل المقابل، اذا كان اي بي اقل من بي سي، دايما بص ترجم على طول كده، البي سي هو الكبير، البي سي هو الكبير، البي سي اهو هو الكبير، يبقى الزاويه اللي في وشه كبيره، حط عندها نقطه كبيره كده. اشتغل بالنقط يا ريس. زاويه ايه كبيره؟ الاي بي صغير يبقى السي دي صغيره. هنا بقى اسالك سؤال، ايه العلاقه بين الزاويه دي وزاويه 2 اللي بره؟ زاويتين متكاملتين، برافو، بيكملوا بعض، زاويه مستقيمه 180، يعني المفروض دي ودي يبقى مجموعهم كام؟ 180. طيب ايه العلاقه بين زاويه ايه اللي جوه وواحد اللي بره؟ برضه متكاملتين. طب سؤال بقى، زاويه ايه كبيره يبقى المكمله ليها صغيره، زاويه سي صغيره يبقى المكمله ليها كبيره. مش فاهم حاجه يا مستر. بص يا حبيب قلبي، نفرض ارقام عشان تفهمني. يلا. اول حاجه، انت منين قلت ان الاي كبيره؟ عشان البي سي كبير. هو قال لي البي سي اكبر من الاي بي، وطالما البي سي اكبر من الاي بي يبقى الزاويه اللي في وش البي سي كبيره والزاويه اللي في وش الاي بي صغيره. حلو قوي. طب تعالى بقى نفرض دي مثلا 70 ودي 40. حلو كده. دي كبيره دي صغيره. المكمله لل 40 اللي بره، بقيه ال 180 140، لان لازم دول كده يبقى مجموعهم 180. طيب المكمله لل 70 110. مين اكبر؟ ال 140 اللي هي زاويه 2 اكبر من زاويه 1. فبنقولها بقى بالعاميه يا اولاد ان المكمله لزاويه صغيره كبيره والمكمله لزاويه كبيره اصغر. كذلك الزاويه المتممه يعني زاويتين مجموعهم 90. الحته دي مهمه قوي قوي قوي. دي زاويه ب90 اهي. لو انا قمت مطلع من هنا كده شعاع اهو وقلت لك بص يا معلم الزاويه دي 70، يبقى اللي فاضله بكام؟ المتممه ليها 20. طب تعالى بقى بص نفس المثال اهو، زاويه ب90 وقمت مطلع الشعاع المره دي من هنا كده وقلت لك دي ب40، يبقى المتممه ليها 50. المتممه للزاويه الكبيره صغيره. لما كانت الزاويه ب70 المتممه بتاعتها 20 صغيره. طب الزاويه بقى المتممه لزاويه صغيره 40 لا كبيره. يبقى هي دي حته الزاويه المكمله والزاويه المتممه. هنا الاثنين اكبر من الواحد، يبقى اختيار رقم ج. زاويه 2 اكبر من زاويه 1. اللي بعده،
إذا كان طول ضلعين في مثلث 6 سم و3 سم، فما الفترة التي ينتمي إليها طول الضلع الثالث؟ متباينة المثلث. أي مثلث يا أولاد لابد إن هو يكون فيه الضلع الثالث أكبر من الفرق ما بين الضلعين التانيين وأصغر من مجموعهم. فهنا أنا عندي ضلع طوله 3 سم وضلع طوله 6 سم. الضلع الثالث هيكون محشور ما بين كام وكام؟ هيكون أكبر من طرحهم 6 ناقص 3 وأصغر من جمعهم 6 زائد 3 9. يبقى الضلع الثالث ده ينفع يكون ب4 5 6 7 8 بس، وما بينهم طبعا بقى 3 ونص 4 ونص، كل الاعداد اللي ما بينهم. المهم ان هو محشور ما بين ال3 وال9. عايز اكتب دي بصوره فتره، هتكتب لي من 3 لحد 9 مفتوح عشان ما فيش علامات او يساوي. ال3 مش معايا ولا ال9 معايا. اختيار رقم د. يبقى دي اسمها متباينة المثلث. اي ضلع في المثلث لابد ان يكون اكبر من طرح الضلعين التانيين واصغر من جمع الضلعين التانيين. ايه اللي بعده؟ السؤال الرابع يا ولدي، اذا كان المثلث ABC، بص ما تكملش على طول، اول ما تشوف في المثلث ABC تروح رايح راسم لي كده مثلث بشكل ايه؟ كروكي كده، اي كلام. فيه زاويه B ب100. لا ده كده زاويه منفرجه، يبقى انا راسم غلط. انا محتاج هنا اعمل مثلث منفرج عشان بس الدنيا تكون واقعيه شويه. اهو ادي A، البي أمومية اهي، وادي السي. فأي من العبارات الآتية صحيحة؟ أسأل سؤال، وطالما الزاوية دي ب100 يبقى الزاوية دي والزاوية دي هيكون مجموعهم كام؟ مش أنت عارف إن مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة؟ طب دي ب100 يبقى دي ودي أكيد مجموعهم هيبقى 80. والله تصدق ممكن دي تبقى 40 ودي 40 عادي، وارد. ممكن دي تبقى 30 ودي 50، وارد. ممكن دي 20 ودي 60. المهم إن هما الاثنين مجموعهم كام؟ 180. طب وده ما يلفتش نظرك لحاجه؟ يلفت نظرك ايه يا مستر؟ مين اكبر ضلع في المثلث اللي قدامك ده؟ الاي سي. طب ليه؟ لانه في وش الزاويه 100، هو ده اكبر ضلع. ما احنا متفقين في المثلث اكبر ضلع بيكون في وش اكبر زاويه. اكبر زاويه في المثلث ده 100، يبقى الاي سي هو اكبر ضلع، اكبر من اي ضلع بقى. تعال بقى نشوف فين الاختيار ده كده. احنا عايزين الاي سي هو الكبير. دي غلط. ده بقول لك الاي بي اكبر من الاي سي، مستحيل طبعا. دي صح، اي سي اكبر من اي بي، معلومه صحيحه. السؤال الخامس، اذا كان المثلث اي بي سي فيه زاويه بي ب70 وزاويه سي ب50، فاي العبارات الاتيه صحيحه؟ تعال بص هنا كده معايا بسرعه. ادي مثلث اي بي سي. حبيب قلبي البي ب70 اهو، حبيب قلبي السي ب50 اهو. مين يعرف يجيب الايه بقى؟ اي حد بيعرف يجيب الايه. البي ب70 والسي ب50، 70 و50 120، يبقى الايه ب60. طيب انت عايز دلوقتي؟ انا عايز اشوف مين الضلع الكبير بس. اي العلاقات التاليه صحيحه. طب ما تيجي احنا نفهم من هنا كده من الرسمه. هو كده مين اكبر ضلع؟ الاي سي. ليه؟ لانه في وش 70، يبقى الاي سي اكبر ضلع. مين بعديه؟ عندي زاويه 60 اللي في وشها هو السي بي، هو ده الكبير اللي بعده. طيب مين اصغر واحد؟ اللي في وش ال50 اللي هو الاي بي. انا كده رتبت الاضلاع بتاعتي. تعال بقى نشوف كده. اول حاجه بيقول لك الاي سي اكبر من الاي بي. ايوه دي صح، ما الاي سي اكبر واحد فيهم، الباقي كله هتلاقيه غلط. خش في اللي بعده. واخد بالك ان انت لما بترسم الرسمه الدنيا بتوضح معاك؟ انا بقى ما اعرفش ازاي حضرتك بتبقى عايز تهبد المسائل دي من غير ما ترسم وتفهم وتحل. الله المستعان. سؤال 6، اذا كان المثلث اي بي سي قائم الزاويه في بي. بص انا مش هكمل. A B C. مستر انت ليه حطيت البي هنا؟ حبيب قلبي هو قال لي قائم الزاويه في بي، يعني بي هي الزاويه القائمه 90 درجه. طيب المثلث القائم مين اكبر ضلع فيه؟ الوتر. دي نظريه عندنا في الكتاب. في المثلث القائم الزاويه اكبر الاضلاع طولا هو الوتر.
ليه؟ لانه في وش الزاويه 90. فالاي سي هو اكبر ضلع. فين بقى هنا؟ هنا بيقول لي الاي سي يساوي اي بي، طبعا غلط. اي سي اصغر، هنا اي سي اكبر من اي بي اهو. الاي سي هو اكبر ضلع. كل التدريبات دي يا اولادي على متباينات المثلث. تخش في الصفحه الثانيه بسم الله، صفحه العمالقه بقى. في الشكل المقابل ادي الشكل اهو. يا نهار ابيض مستر، بص قبل ما نكمل كده بس، يا زاويه واحد دي زاويه خارجه، زاويه خارجه عن المثلث صح. طيب عندنا قاعده بتقول ان الزاويه الخارجه بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاوره لها. دي خدناها امتى دي؟ احنا خدناها في اولى اعدادي وفي الترم الاولاني. بص كانت معانا طول عمرها. مش فاهم يعني لما يكون عندك في المثلث كده زاويه خارجه وعندك الزاويه دي ب 30 والزاويه دي ب 70، الزاويه الخارجه دي بتساوي مجموع دول 30 و70 100، بتساوي مجموع الزاويتين البعيد عنها الداخلتين. طب ما مستر هنا الزاويه دي اسمها 2 والزاويه دي اسمها 3، مش كده الواحد بتساوي مجموعهم؟ صح. زاويه واحد بتساوي زاويه 2 زائد زاويه 3، ومنها كده الواحد اكبر من الاثنين وزاويه واحد برضو اكبر من الثلاثه. مش فاهم اي حاجه، تعالى فهمك. دي خدناها في مسلمات التباين، اسمها قاعده الجمع. بص يا معلم، لما يكون عندك حاجه بتساوي مجموع حاجتين، يعني مثلا انت معاك 80 جنيه، انت معاك فلوس 80 جنيه، اخوك الصغير معاه 50 واختك معاها 30، فاحنا استنتجنا علاقه، قلنا ان اللي معاك انت بيساوي مجموع اللي مع اخوك واللي مع اختك. طب ما كده يا مستر بالعقل اكيد اللي معايا اكبر من اللي مع اخويا، واللي معايا برضه في نفس الوقت اكبر من اللي مع اختي. طالما انا اصلا بساوي مجموعهم يبقى انا اكبر من ده واكبر من ده. هو ده معنى الحته دي. زاويه واحد بتساوي مجموع دولت، يبقى اكيد زاويه واحد اكبر من دي وزاويه واحد اكبر من دي. فين بقى دي في الاختيارات يا معلم؟ ده عايزني ارتب الزوايا. طب انا كده كده عايز زاويه واحد في الاول، فدي ممكن دي ممكن، دي غلط ودي غلط. هنا مرتبهم لك 1 2 3. هو قال لي هنا ان زاويه 2 اكبر من زاويه 3، صح، دي صح. زاويه واحد اكبر واحده، بعديها زاويه 2، بعديها زاويه 3. طب دي ليه غلط؟ لان هو قال لي زاويه واحد بعديها زاويه 3. غلط. انا اديتك هنا معلومه ان الاثنين اكبر من الثلاثه، فلازم يبقى الترتيب 1 2 3. اختيار رقم ألف. السؤال الثامن في الشكل المقابل. اللهم صل على النبي. ايه يا عم الشكل ده كله؟ اي بي سي دي متوازي اضلاع، زاويه واحد اكبر من زاويه 2، فاي مما ياتي صحيح. بص طبعا انت عارف ان الضلع ده يساوي الضلع ده في متوازي الاضلاع، صح؟ وعارف ان الضلع ده يساوي الضلع ده، زي الفل. هو بيقول لك ان زاويه واحد هي الكبيره، حط نقطه كبيره عندها اهو، وزاويه 2 صغيره، حط نقطه صغيره عندها. طب مش انت عارف ان دي هي دي بالتقابل بالراس؟ والله، يبقى دي زاويه كبيره، ودي هي دي بالتقابل بالراس، يبقى دي زاويه صغيره. طيب يبقى بص، مين بقى الاضلاع الكبيره اللي في وش الزوايا الكبيره؟ الدي سي كبير والاي بي كبير. هو عايز دلوقتي عايز يقول لي مين من دول صحيح. اي بي اكبر من بي سي. فين اي بي؟ اهو. الاي بي ده في وش زاويه كبيره، يبقى كبير، صح. طب اكبر من بي سي، هو البي سي في وش ايه؟ في وش زاويه صغيره، صح. العلاقه دي صحيحه. الاي بي اكبر من البي سي. ليه؟ الاي بي في وش الزاويه الكبيره. انت عرفت منين ان دي كبيره يا مستر؟ ما هو قال لي ان الواحد كبيره، الواحد اللي كانت هنا دي، فاستنتجت دي هي دي بالتقابل بالراس، واثنين صغيره، فدي هي دي بالتقابل بالراس. بس خلاص يا عم، يبقى الاي بي هو الاكبر من البي سي. هي دي الاجابه الصحيحه. صعوبه درس التباين يا اولاد انه ما فيهوش ارقام، بس لو انت اتعاملت معاه بالنقط زي ما انا بعمل كده الدنيا معاك هتبقى سهله جدا. اللي بعده سؤال 9. ما الترتيب التصاعدي الصحيح لاطوال اضلاع المثلث؟ واخد بالك من الترتيب التصاعدي؟ يعني هبتدي بمين؟ بالصغير. طبعا احنا مش صغيرين للكلام ده بقى ونقعد نقول لك الترتيب التصاعدي حرف الصاد يبقى نبتدي بالصغير. لا، انت مش صغير، انت مش في الابتدائي. التصاعدي من الصغير للكبير. يلا بينا.
60 41 ناقص زاويه، هاتها يا عم وانت صغير يعني. 60 و40 101. اتبقى كام على 180؟ 79. يلا رتب يا ريس. اكبر زاويه سي، يبقى اكبر ضلع اي بي، ده الضلع الكبير جدا، هو ده الكبير. طب مين الكبير الثاني؟ اللي في وش ال 60 اللي هو الاي سي، ده كبير، اصغر من ده شويه. طب مين بعد كده؟ اهو البي سي. انت عايز ترتبهم تصاعدي من الصغير، يبقى هبتدي من هنا، البي سي الاول، الاي سي بعديه، الاي بي بعديه. بي سي اي سي اي بي، بي سي اي سي اي بي، هي دي تصاعدي يا اولاد. يبقى ببتدي بالصغير. ماشي، اللي بعده. ما الترتيب التصاعدي الصحيح لقياسات زوايا المثلث؟ ترتيب تصاعدي برضه. طب يلا بينا، بس المره دي جابها لي على زوايا. ايوه عادي، مش فارقه معانا. يلا بينا يا ريس. اكبر ضلع 20، يبقى الزاويه اللي في وشه كبيره، اللي هي سي، هي دي اكبر زاويه. البي سي 17، يبقى الزاويه اللي في وشه ثاني اكبر زاويه. اصغر ضلع 13، يبقى في وشه الزاويه الصغيره اللي هي زاويه بي. ده الترتيب الايه التنازلي، سي كبيره. ده الترتيب التنازلي. احنا عايزين تصاعدي يبقى بي اي سي. يبقى الترتيب التصاعدي انت بترتب من الكبير للصغير عادي زي ما انت متعود، بس وتاخد العكس بتاعه. سؤال 11، عايزين ننجز عشان نخلص الاختياري. ما مجموعة قيم اكس التي تحقق ان، بص بقى، كتير من الاولاد بيتلخبط في السؤال ده. السؤال ده رجالتنا بيتحل على متباينتين، بيبقى فيه متباينتين يا رجاله التاني اعدادي. متباينه بتجيبها من منهجك اللي هي كالتالي. بص انا هكلم نفسي في السؤال اهو. الضلع ده ب3، الضلع ده ب5. طب حلو قوي. بيقول لي انا عايز زاويه ايه تكون اكبر من زاويه بي. فين زاويه ايه دي يا اخويا؟ اهي، حط عندها النقطه الكبيره، المستر قال لي حط نقط، وزاويه بي هي الصغيره. طب بالله عليك افهم بقى، طالما زاويه ايه كبيره وزاويه بي صغيره، يبقى الضلع اللي في وش الايه اكيد اكبر من الضلع اللي في وش البي. شوف انا بكلم نفسي اهو، اهي والله تصدق، طالما ايه كبيره يبقى الضلع في وشها اللي هو اكس ده، اللي هو مكتوب عليه اكس، لازم يكون اكبر من الضلع اللي في وش البي اللي هو مكتوب عليه 3. يا سلام، اديك عملت اول متباينه. شوف بالعقل، A اكبر من B، يبقى اللي في وش الاي اكبر من اللي في وش البي، اللي في وش الاي اكس اكبر من ال3، يبقى لازم الاكس تكون 4. مش لازم من اول ال3، بس ال3 مش معايا، 3 ونص، 3 وتلت، 4 5 6 7 8، الارقام دي كلها. طب لحد فين بقى؟ يعني انت قلت لي الضلع ده المفروض يبقى اكبر من 3، لحد فين؟ 100 200 300؟ لا، ما هو مش المجال مش مفتوح معاك يا صاحبي. اخرك فين بقى؟ لازم تعرف الاكس تبقى اقل من كام. طب انا هعرفها منين دي يا مستر؟ لسه قايل لك معلومه متباينه المثلث. اي مثلث في الدنيا الضلع الثالث بيكون اصغر من جمع الضلعين التانيين. يعني المفروض الاكس دي تكون اصغر من مجموع دولت. يا سلام والله، يعني لازم الاكس تكون اصغر من 5 و3 8. يبقى انا دلوقتي اكس اكبر من 3 دي انا جبتها من الحته دي. طالما الاي اكبر من البي يبقى لازم الاكس تكون اكبر من ال3. طب اكس اصغر من 8 انا جبتها منين؟ جبتها من دماغي، من متباينه المثلث. الاكس دي اكبر من 3 وفي نفس الوقت اصغر من ال8. فين بقى دي؟ اهي، اكس اكبر من 3 واصغر من 8. ليه بقى الناس بتتلخبط في ده؟ لان انت ساعه ما بتجيب الاكس اكبر من 3 بتجري تختار دي. بطيخه كبيره، ما ينفعش. لازم تفتكر متباينه المثلث. فاضل الاسئله في الصفحه دي؟ لا، الصفحه اللي بعدها. لا، لازم اشرب حاجه عشان انا ايه. سؤال 12، في الشكل المقابل ما مجموعه قيم اكس التي تحقق ان التي بي اكبر من الاس تي؟ التي بي اكبر من الاس تي. بقول لك ايه، انت عايز التي بي هي الكبيره؟ يبقى الزاويه اللي في وشها كبيره. فين الزاويه اللي في وش التي بي؟ اهي، الاكس دي المفروض تبقى كبيره اكبر من دي.
يا سلام، يعني لازم الاكس تبقى اكبر من 50. ايوه، لازم اكس اكبر من 50. ليه؟ لان هو قال لي التي بي اكبر من اس تي. الضلع الكبير لازم الزاويه اللي في وشه تكون كبيره، اكبر من الزاويه اللي في وش الضلع الصغير، فالاكس اكبر من ال 50. طب لحد فين يا مستر اختار دي ولا في شرط تاني؟ طبعا في شرط تاني. انت عارف ما هو اكس اكبر من 50 دي يا اولاد، يعني الزاويه دي كده ينفع تبقى بكام؟ 60 70 80 90 100 110 120 لحد ما انت اكس اكبر من 50 ده براحتي، ان شاء الله تكون ب 300 حتى. هل ده معقول؟ مش انت عارف ان اي زاويه في المثلث ما ينفعش تعدي ال 180 درجه؟ اذا كان مجموع قياسات زوايا المثلث اصلا 180، صح؟ طيب دي خدت 50، اتفضل كام من قياسات زوايا المثلث؟ اتفضل 130. المفروض اصلا ان الزاويه دي بقى تكون اقل من 130. لا مش فاهم الحته دي، انا مش فاهم. بص يا معلم، بالراحه بالراحه خالص اهو. احنا اتفقنا اول حاجه ان الاكس اكبر من ال50 عشان الضلع ده هو الكبير، ماشي. اقل من كام بقى؟ كلمت نفسي، هي الزاويه دي خدت كام؟ 50. بقى كام من زوايا المثلث؟ 130. ال 130 دي بقى المفروض تتقسم للزاويه دي وللزاويه دي، فاكيد الاكس دي هتكون اقل من 130 لان دي خدت 50، اتبقى 130 هتتقسم على دولت. ممكن دي بقى 30 ودي 100، ممكن دي ايا كانت بقى، المهم ان الاكس دي هتكون اقل من 130. فالاختيار الصحيح هو اختيار رقم ج. يلا بينا السؤال بقى رقم 13. اي من العبارات التاليه صحيحه؟ الضلع ده بيساوي الضلع ده، جميل قوي، والضلع ده بيساوي الضلع ده، حلو قوي. هنا الزاويه المحصوره ب100، طب هنا الزاويه المحصوره بكام؟ مش عارفينها، هاتها. 30 40 70 يبقى دي ب110. ده الدرس الثالث، التباين في المثلثين. اذا ساوى ضلعان في مثلث نظيريهما في مثلث اخر، ده زي ده، ده زي ده، واختلف قياس الزاويتين المحصورين بين هاتين الضلعين، دي ب100 دي ب110، فان الزاويه الكبرى هي في وشها الزاويه الكبير، الضلع الكبير، يبقى الضلع اللي في وش ال110 اكبر من اللي في وش ال100، يعني السي بي اكبر من الاف دي. سي بي اكبر من اف دي اهي، زي الفل يا معلم. 14 يا ولدي. في الشكل المقابل اي من العبارات التاليه صحيحه؟ بالراحه. بيتكلم على الزوايا. طيب طالما بنتكلم على الزوايا هنعرف منين؟ عندي زاويه واحد وزاويه اتنين. واحد في وش كام؟ في وش 4. طب وزاويه اتنين في وش ضلع كام؟ في وش 3. مين الكبير؟ اكيد واحد، مش مستاهله يعني. واحد اكبر من اتنين لان في واحد في وش الضلع الكبير. سؤال 15. طبعا احنا الجزء الثاني من الفيديو هيكون في حل المقال، احنا هنخلي الاختيار لوحده والمقال لوحده. في الشكل المقابل ما المتباينه التي تعبر عن مجموعه قيم اكس التي تحقق ان الكلام ده؟ بص يا مستر، شايف المثلث ده؟ الضلع ده ب6، الضلع ده ب4، والاكس. بص يا مستر، انا لسه فاكر حالا وانت بتقول لي متباينه المثلث من شويه ان اي مثلث لازم يكون الضلع الثالث اصغر من مجموع الضلعين التانيين. 6 و4 10، يعني لازم الاكس تكون اصغر من 10. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ماشي. الكلام ده من متباينه المثلث. تعال بقى نبص للشرط بتاعه. قال انا عايز الاكس دي تحقق ان زاويه واحد تكون اكبر من زاويه 2. حط النقط بسرعه. فين زاويه واحد اهي؟ عايزينها اكبر من 2 دي. طب هي الاثنين في وش ضلع طوله كام؟ في وش ضلع طوله 7، يبقى لازم الضلع اللي في وش السي يكون اكبر من 7. ما انت عايز دي هي الكبيره، يبقى اللي في وشها لازم يكون اكبر من دي، اكبر من اللي في وش الثانيه، يبقى لازم الاكس تكون اكبر من 7. كده الاكس محشوره ما بين ال7 وال10 اهي. السؤال اللي بعده. 16. في الشكل المقابل ما المتباينه التي تعبر عن مجموعه قيم اكس التي تجعل AB اكبر من BC؟ طبعا زمان الناس بتقول المستر عمال يشرب عصير دلوقتي.
المتباينه التي تعبر عن مجموعه قيم اكس التي تجعل اي بي اكبر من بي سي. بسم الله. انت عايز الاي بي كبير؟ حاضر. يبقى الاكس دي، انت عايز الاي بي اكبر من بي سي، ماشي. يبقى الاكس دي لابد ان هي هتكون اكبر من الزاويه دي. طيب انا بس عايز اسال السؤال الاول قبل اي حاجه كده، الزاويه دي والزاويه دي ايه علاقتهم ببعض يا اولاد؟ خلي بالك السؤال ده فيه فكره مهمه. زاويتين متكاملتين، زاويتين متكاملتين يعني مجموعهم كام؟ مجموعهم 180. يعني الزاويه دي زائد الزاويه دي مجموعهم الاثنين 180. ممكن دي تبقى 100 ودي 20. 20 ايه دي 80، 180. ممكن دي، طبعا ما ينفعش دي تبقى 90 ودي 90، مستحيل. المهم ان الاكس ممكن تبقى 100، ممكن تبقى 110، ساعتها دي هتبقى 70. ممكن تبقى 120، ساعتها دي هتبقى 60. ممكن تبقى 130، ساعتها دي هتبقى 50. ممكن تبقى 140، ساعتها دي هتبقى 40. يبقى من الاخر كده الزاويه اكس دي لازم تكون اكبر من 90 واقل من 180. طب ليه؟ اكبر من 90 استحاله تبقى ب 90، استحاله. لان دي لو ب 90 يا اولاد لازم دي كمان تبقى ب 90، وده مستحيل. مستحيل ده يحصل. انت شايف حتى ان دي زاويه منفرجه اهو، زاويه منفرجه، فاكيد اكبر من 90 وفي نفس الوقت اصغر من 180، لان دي ودي مجموعهم 180. فزي ما انت اكبر من 90 لازم تبقي اقل من ال 180. سؤال اختيار رقم ب. السؤال ده مهم، بيعتمد على فهمك للتكامل والزاويه 80 والزاويه 190. سؤال 17. في الشكل المقابل اي مما ياتي صحيح. طب يلا بينا. ما هذا؟ زاويه ABC اصغر من ACB. ABC اللي هي الزاويه دي. الاول بس كده قبل اي حاجه، ده مثلث ايه؟ متساوي الساقين، 6 6. يبقى الزاويه دي كلها قد الزاويه دي كلها. شوف انا بتكلم على دي كلها، ال50 واللي بره كمان دي، وال30 واللي بره كمان دي، لازم يكونوا قد بعض. طيب ماشي، حلو، جميل قوي. طيب لما مثلا فتعالى نفترض ارقام كده، لو دي كلها ب 80 يبقى دي برضو كلها ب 80، صح. خدنا 30 من ال 80، يبقى اللي فوق كام؟ اللي فوق دي هتبقى ب 50. خدنا 50 من ال 80 كلها، يبقى دي هتبقى بكام؟ هتبقى ب 30. اشوف بالارقام اهو. تعالى بقى نشوف كده. بقول لي اي بي سي دي كلها اصغر من ACB. الكلام ده غلط، ده هم اصلا الاثنين بيساووا بعض. الكلام ده غلط. اللي بعده ACD اللي هي الزاويه الصغننه دي اصغر من ABD، اصغر من ABD اللي هي الزاويه الكبيره، صح، هي دي الصحيحه. اللي بعده ABC مثلث قائم الزاويه في B. اوعى تكمل، ارسم قائم الزاويه في B اهو. بي دي عمودي على اي سي، معروفه. هو قال لي ايه؟ اي بي سي، بي دي عمودي على اي سي، ماشي. رحت جاي من هنا كده منزل للدي هنا عمودي. ساعه ما تشوف العمود اقليدس موجود. افتكر كده، ساعه ما تشوف العمود يبقى اقليدس موجود. حلو قوي. عايز ايه؟ عايز مسقط البي دي على الاي سي. اتفقت معاك على اتفاق عشان واحنا بنجيب المساقط المفروض تعمل ايه يا صاحبي؟ وانت بتجيب المساقط يا ولدي تحط المسطره بتاعتك كده على اللي هو عايز يسقط عليه. هو عايز يسقط على الاي سي، تروح ماسك المسطره بتاعتك حاططها على الاي سي وتقول لنفسك يلا انا عايز اسقط مين؟ عايز اسقط البي دي. طب الدي اصلا موجوده على الاي سي، الدي اصلا موجوده. البي بقى لما تسقط هتنزل عمودي، هتنزل على الدي، يبقى البي دي هيسقط هيبقى هو النقطه دي. لما تسقط البي دي على الاي سي، البي هتنزل تنطبق على الدي. والكلام ده احنا شرحناه في المساقط. بص كده، بص ثانيه واحده. لما يكون عندي مستقيم بالمنظر ده وعندي
قطعه مستقيمه عموديه عليه اسمها ايه؟ بي. اهي يا عم قطعه عموديه عليه، وانا عايز اسقط الاي بي عليه. تخيل انا ماسك القلم كده وهسقطه على الارض، ايه اللي هيحصل؟ هينزل بمنظر بشكل عمودي، فالبي كده كده موجوده مع الارض بتاعتنا. الايه بقى لما تقع 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 هتنزل على البي. لذلك احنا بنقوله مسقط قطعه مستقيمه عموديه على مستقيم بتبقى نقطه. مسقط قطعه مستقيمه عموديه على مستقيم بتبقى نقطه. نكمل. طول مسقط قطعه مستقيمه على مستقيم موازي لها. بس بالراحه كده. طول مسقط قطعه مستقيمه على مستقيم موازي لها. ادي مستقيم اهو، وادي قطعه مستقيم بتوازيه، لان هو قال لي ايه؟ موازي لها. ماشي، عايزين نسقطوها بقى. لو هي طولها 3 واحنا لما بنيجي نسقط القطعه بنعمل ايه؟ بنسقط الاطراف بتاعتها. الايه هتنزل كده يبقى اسمها ايه شرطه. البي هتنزل كده هيبقى اسمها بي شرطه. طول بقى المسقط ده كام؟ واحد يقول والله يا مستر زي ما هو 3 برضه. يبقى طول المسقط في حاله التوازي هو طول القطعه الاصليه. القطعه الاصليه كانت ب3، لما نزلت المسقط برضه طوله 3 عشان هنا في حاله توازي. اللي بعده قطعه مستقيمه طولها 4 سم عموديه على مستقيم معلوم. خد بالك من كلمه عموديه اهو، مستقيم وعندي قطعه عموديه عليه طولها 4. لما تسقط القطعه دي على المستقيم المعلوم طول المسقط هيبقى كام؟ ما احنا اتفقنا لما هتسقط دي هتنزل هنا، فالمسقط هيبقى نقطه، النقطه طولها بيبقى 0. يبقى خد بالك فرق بين حاجتين. طول المسقط في حاله التوازي بيكون هو نفس طول القطعه الاصليه. القطعه الاصليه اهي طولها 2، لو سقطتها كده على الارض المسقط هيبقى طوله 2 برضه. طيب دي قطعه عموديه طولها 2، لو سقطتها كده المسقط هيبقى 0. طبعا القلم مش باين، عارف الزنبالك اللي بيطلع وينزل ده؟ لو انا سقطته كده تخيل بقى هينطبق على بعضه، المسقط هيبقى طوله 0. اللي بعده ABCD مربع، الصلاه على النبي. AC تقاطع البي دي في الام، ايه ده؟ ادي مربع A B C D اتقاطعوا في الام. طبعا انت عارف ان الاقطار في المربع عامله ايه؟ متعامده على بعضها. ماذا تريد؟ ما هو مسقط الدي سي على الاي سي؟ حط المسطره بتاعتك على الاي سي. فين الاي سي؟ اهو. حط المسطره بتاعتك عليه كده. عايز تسقط عليه مين بقى؟ الدي سي. عايز تسقط عليه الدي سي. طب ما يلا بينا نسقط عليه الدي سي. الاي سي هنسقط على الدي سي. في حرف متكرر صح؟ السي. يبقى اول حاجه هتكتب سي. سقط بقى الدي كده. يلا نسقط الدي. الدي لما هتنزل بشكل عمودي. الدي اهي لما تقع على الارض بتاعتنا دي، الارض دي اللي انت حطيت عليها المسطره دي، الدي هتقع عمودي، هتنزل تنزل تنزل لحد ما تخبط هنا، يبقى هي الام. يبقى انت عشان تجيب المساقط، والله في ناس بتتلخبط في المساقط. بص، اول حاجه الحرف المتكرر سي. اول حاجه كده سي. ليه؟ لان السي اصلا موجوده على الارض بتاعتنا اللي احنا هنسقط عليها، موجوده، يبقى مسقطها هيبقى سي زي ما هي. اتفضلي بقى حرف الدي ده. الدي ده لما يقع هينزل، هيبقى هو الام، يبقى ام سي هي الاجابه. 22 ما طول مسقط البي سي على البي دي؟ البي سي على البي دي. ماشي، انا كده محتاج اعمل ايه؟ في حرف متكرر بص زي ما انا علمتك اهو، البي، يبقى اكيد البي دي موجوده على المسقط بتاعنا. تعالى كده ثبت المسطره بتاعتك على البي دي اهو، هي دي اللي احنا هنسقط عليها. البي موجوده اصلا، بي موجوده اصلا على الارض بتاعتنا، يبقى بي. اتفضل لي بس السي. يلا نسقط السي كده. السي اهي لما تقع هتقع بشكل عمودي. فين بقى العمودي؟ اهو، لحد ما توصل على الارض تبقى تنزل على الدي، يبقى الاجابه بتاعتنا المفروض دي بي. طب هو بقى عايز طول الدي بي ده بقى. ما انت قلت دلوقتي مسقط البي سي على البي دي هو البي دي، عايزين طوله احنا بقى. كيف تجيب طوله يا ولدي؟
دخلنا في اقليدس. البي دي ده كان ليه قانونين، يا اما الدي سي في الدي اي، وده بيجيب لك البي دي متربع تربيعه، يا اما بنستخدم اضلاع المثلث اللي بره اللي هي بي سي في بي اي على اي سي. يعني البي دي ده عشان تجيب طوله عندك قانون بيقول لك يمينه اللي هو البي سي في شماله اللي هو البي اي على اللي تحت اللي هو الاي دي اللي هو الاي سي كله. بي سي في بي اي على اي سي. يا مستر بص انا معايا ده ب8 ومعايا البي اي ب6. يا سلام بقى لو كان معايا الاي سي كنت قسمت عليه وخلصت. طب ما انت تعرف تجيب الاي سي ازاي؟ بص يا معلم، تخيل كده الضلع ده مش موجود اهو. شفت خبيتهولك انا كده. مش ده مثلث قائم؟ مثلث قائم. مثلث قائم اهو. تعرف تطبق عليه فيثاغورس؟ طبعا. ضلع ب8 وضلع ب6، اطبق فيثاغورس اجيب الاي سي. الاي سي ده وتر بيتجاب بالايه؟ بالجمع. جذر 8 اس 2 زائد 6 اس 2 يطلع لك على الحاسبه 10، يبقى الاي سي كله 10. كل الحكايه بس ان انت الضلع ده لما بشوفه ما اعرفش ركبك بتخبط بترتبك. ساعه ما خبيته المثلث قايم الزاويه عادي مقلوب، الاي سي هو الوتر جبته من فيثاغورس. طب يبقى انت بقى عايزك تعود نظرك عليه. جالي كده في مثلث قائم بره كبير اهو، ممكن اطبق عليه فيثاغورس عادي. ماشي، يبقى جبت الاي سي من فيثاغورس ب10، يبقى كده البي دي هيساوي 8 في 6 على 10. 8 في 6 ب 48، 48 على 10 4.8. مسألة جميلة. أنا بس حابب أراجع على أقليدس بسرعة. حابب أراجع لك على أقليدس بسرعة. بص معايا. مثلث قائم الزاوية، جميل قوي. هيا بينا. ورحت جاي ادي الزاويه القائمه، هسمي المثلث ده ايه؟ بي سي. وقمت جاي يا معلم وهوريك الاشكال بتاعته الاحتمال بتاعها هيكون ايه. من الزاويه القائمه ده منزل عمود على الوتر، هنا اسمها دي. ساعة ما تشوف العمود يبقى اقليدس موجود. المسألة دي فيها اقليدس. طيب اقليدس بقى بيعمل ايه؟ اقليدس قال لنا يا جماعة يا بتوع الرياضة أنا بعرف أحسب لكم 3 أضلاع. مين هم اقليدس؟ قال لي بص، ال3 أضلاع اللي طالعين من الزاوية القائمة. ال3 أضلاع اللي طالعين من الزاوية القائمة. الزاوية القائمة بيها طالع منها 3 أضلاع. بص، ضلع اسمه البي سي، وضلع اسمه البي اي، وضلع اسمه البي دي. هم دول ال3 أضلاع اللي طالعين من الزاوية القائمة. هم دول بقى اللي ليهم قوانين عندنا. البي سي ليه قانون بس بالتربيع. البي سي امسك الحرف الثاني سي دي في سي اي كلها، جزء في كل سي دي في سي اي، يبقى بي سي هيساوي سي دي في سي اي. بص خد بالك اقليدس عندنا دايما الوتر هو اللي بيجيب لي القوانين كلها. الاي سي ده هو اللي احنا بنستخدمه، جزء في كل. نقفش في الحرف الثاني جزء في كل سي دي في سي اي. امسح بس الشبكه العنكبوتيه اللي احنا عملناها دي. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا عم، لازم تبوظ الرسمه كده يا مستر. ارجع تاني. جميل، يلا بينا نكمل. يبقى البي سي تربيع بيساوي سي دي في سي اي. طبعا انا عارف ان في ناس حافظه القانون كده، قال لك البي سي هيساوي جذر السي دي في السي اي. ايه يا مستر الفرق بين ده وده؟ هو بس احنا بس اخدنا الجذر هنا. القانون ده يحسب البي سي على طول. يعني انت لما تضرب السي دي في السي اي تحت الجذر كده الطول اللي بيطلع لك هو ده طول البي سي على طول. انما انت لو ضربتهم هيطلعوا لك مثلا 100 كده، انت جبت البي سي تربيع لازم تاخد الجذر. انا كاني بس خدت الجذر هنا وهنا، فالجذر هنا هيطير مع التربيع، يبقى البي سي بيساوي جذر الكلام ده. فالقانونين زي بعض.
طب البي اي لقانون يبقى اقليدس بيحسب لك الثلاث اضلاع اللي طالعين من الزاويه القايمه. جبنا البي سي. طب البي اي امسك في الاي، ابدا منها مرتين. اي دي في اي سي. فضل لي قانون واحد بس، طبعا ده ممكن يتكتب كده برضه تحت الجذر ونشيل التربيع. البي دي اللي هو العمود بقى، العمود ده بقى ليه قانونين يا معلم. قانون يجيب لك التربيع وقانون من غير التربيع. البي دي امسك في الدي، اطلع منها مرتين. دي اي في دي سي. طب ايه القانون الثاني؟ القانون الثاني بستخدم اضلاع المثلث الكبير فقط. ضلعين القايمه على الوتر، ضلعين القايمه على الوتر. اي بي في اي سي، الضلعين بتوع الزاويه القايمه على الوتر. اي بي في بي سي، سوري، دي بي سي على الوتر اللي هو اسمه اي سي. شفت الرسمه دي؟ طيب ماشي. يجي لي بشكل تاني. هي بس بص، ساعه ما بدل لك الدنيا ارجع سيكا بس كده بس. يلا بينا. ايه يا مستر اللي حصل؟ والله مثلث قائم، بس بدل ما ارسمه رحت مميله. اسمه ايه؟ بي سي. فين الزاويه القايمه؟ اهي. وقمت جاي من الزاويه القايمه منزل عمود على الوتر. الله. اسمه ايه يا عم؟ في صور مين بس يا عم الحاج؟ اقليدس يقول لك انا اقدر احسب لك الثلاث اضلاع اللي طالعين من الزاويه القايمه، البي سي والبي دي والبي اي. يلا البي سي، ايه القانون بتاعه؟ انا بخليك تفهم تستنتج القانون لوحدك. البي سي امسك، ابدا من السي مرتين. سي دي في سي اي. طيب البي اي تربيع هيساوي اي دي في اي سي. يلا بينا. طيب البي دي ليه قانونين. قانون يجيب لك التربيع، يجيب لي البي دي تربيع، ده اللي بستخدمه من اقليدس عادي خالص اهو. دي سي في دي اي. وقانون تاني بدون التربيع اللي بستخدم فيه اضلاع المثلث الاساسيه. البي دي بيساوي ضلعين الزاويه القايمه اضربهم في بعض، بي سي في بي اي على الوتر. الوتر اللي هو اسمه اي سي. يبقى ده شكل مثلث قائم معوج، والشكل الثاني لازم تبقى عارف الشكلين. طبعا فيثاغورس ما تقدرش تستغنى عنه مع اقليدس، لان المساله يلا بينا. كده احنا حلينا المساله دي زي الفل. نكمل سؤال 23 بقى، اخر سؤال في الصفحه. ساعه ما تشوف العمود اقليدس موجود، والله في مثلث قائم وفي عمود نازل، المستر قال لي اكيد المساله دي فيها اقليدس. طب اقليدس بيعرف يحسب الضلع مين؟ فين الزاويه القائمه الكبيره اهي. يعرف يحسب الضلع ده، محسوب اصلا ب 15. يعرف يحسب الضلع ده، محسوب اصلا ب 20. طيب ماشي، جميل قوي. هو عايز الاكس. المسائل دي بقى يا ولاد نحلها ازاي؟ اذا كان الاكس ده يا مستر موجوده عند الوتر اللي احنا كنا بنستخدمه في القانون، ايوه، شوف الاكس دي مقربه من مين؟ اقرب لانهي ضلع؟ ال 15 ولا ال 20؟ اقرب لل 20. خلاص اكتب قانون الضلع ده. مش انت عندك قانون من اقليدس بيحسب لك الضلع ده؟ بس بيحسب لي تربيعه. يعني فرضا المثلث ده اسمه A B C D، انا عندي قانون بيحسب لي الاي بي بس تربيع. بيساوي ايه؟ امسك الحرف الثاني اطلع منه مرتين. بي دي في بي سي. صح كده؟ صح والله. طيب الاي بي بقى معايا ب 20، خلاص يبقى دي كانها 20 تربيع يساوي البي دي بكام؟ البي دي مكتوب عليها اكس في البي سي بقى كله بكام؟ ده كله من اول هنا لحد هنا. مش معايا يا مستر، اعمل ايه؟ لا هو معاك بس انت بس نسيت. مين اللي بيساعد اقليدس؟ فيثاغورس. المثلث الكبير يا ولاد ضلع ب 15، ضلع ب 20، زاويه قايمه، اعرف اطبق فيثاغورس اجيب الوتر ده كله. 15 20 على آلتك الحاسبه يا ريس. جذر، تعالي بقى الطريقه الرخامه بقى. جذر
15 تربيع زائد 20 تربيع. كام يا قلتي؟ قالت لي والله 25. شكرا يا قلتي. يبقى الضلع الجميل ده طلع لي بيه 25 بس كده. يبقى انا شفت الاكس يا اولاد قريبه من مين؟ قريبه من ال20. اكتب قانون ال20 بتاع اقليدس، قانون الضلع ده. اقليدس قال لك ان الضلع ده تربيع بيساوي ده في ده، يبقى ال20 تربيع بتساوي الاكس في ده كله اللي هو 25. اكس في 25. تعرف تجيب الاكس؟ طبعا 20 تربيع ب 400، اكس في 25 ب 25 اكس، اقسم على 25 في الناحيتين تطلع لك الاكس يا ولدي. 400 على 25 فيها الكام؟ بص يا عم، 100 على 25 فيها الاربعه، يبقى 16. احسبها على الأقل تطلع لك 16. سؤال جميل. طب انا بقى عايز افهم حاجه بقى. افرض الاكس دي ما كانتش هنا يا مستر، كانت هنا. يعني تعالى كده نبدل السؤال ده. بص، شيل دي كده وتعالى نعمل حركه جميله قوي 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 قوي. نقول ان الاكس دي هنا، الحته دي كده هي اللي طولها اكس، وعايزين الاكس. اول حاجه كده كده لازم نجيب الضلع ده كله من فيثاغورس. الضلع ده كله اللي هو القطر 20 15 زي ما طبقنا على الاله الحاسبه طلع لي ده ب 25 كلته. ساعتها بقى عشان اجيب الاكس دي اكتب قانون انهي ضلع. الاكس دي قريبه من ال 15، يبقى اكتب قانون الضلع ده. هقول ساعتها ان ال 15 تربيع بتساوي الحته دي اللي هي باكس في الحته دي كلها اللي احنا جبناها ب 25. صح، يبقى انا بكتب قانون اللي الاكس قريبه منه. زي الفل. اهو اللي بعده. يا الله، اللهم اعنا يا رب وقوينا يا رب. 24. في الشكل المقابل ما قيمة اكس؟ يلا بينا يا مستر. ساعة ما تشوف العمود اقليدس موجود. طب حلو قوي. بص الحتة دي ب3 والضلع ده كله يا مستر كاتب لي عليه اكس ومديني الضلع ده. بس يا باشا اكتب قانون الضلع ده. مش انت عندك قانون بيحسب لك الضلع ده؟ الضلع ده تربيع بيساوي الحتة دي في الحتة دي كلها. الحتة دي ب3 في الحتة دي كلها باكس. 6 تربيع ب36، 3 في اكس ب3 اكس، اقسم على 3 تطلع الاكس ب12. في الشكل المقابل ما طول مسقط اي بي على اي سي؟ عايز طول المسقط. طب هو اصلا الاي بي لما تسقط على الاي سي حط المسطره بتاعتك على الاي سي. حطيت المسطره بتاعتي على الاي سي. سقط يلا الاي بي. كده كده الحرف اللي متكرر سيبه. البي بقى لما تنزل، البي لما تنزل هتنزل بشكل عمودي كده. فمضطر ان انا اعمل عمودي من عندي. يبقى البي لما تنزل هتنزل هي الدي. يبقى مسقط الاي بي على الاي سي هو ده الاي دي. ازاي بقى اجيب طوله؟ من اقليدس. افرض ان هو اكس. اول حاجه كده تعالى نجيب الضلع كله. الوتر دايما خلي بالك فيثاغورس اساسي معاك. ده ب6، ده ب6 جذر 3. هتروح تجيب الوتر. يلا بينا. جذر 6 تربيع زائد 6 جذر 3 تربيع يساوي 12. يبقى الوتر كله كده طلع ب12 يا ولاد من فيثاغورس. رايحه فين بس؟ استهدي بالله. طلع كله كده طلع ب12. طب حلو قوي. الاكس دي بقى قريبه من مين؟ قريبه من ال6 جذر 3. يبقى نكتب قانون الاي بي. 6 جذر 3 تربيع بتساوي، اقليدس اصلا قال لي ان الضلع ده تربيعه بيساوي الحته دي اللي هي باكس في الضلع ده كله اللي احنا جبناه ب12. 12 في اكس طبعا ب12 اكس. 6 جذر 3 تربيع 36 في 3 108. اقسم على ال 12 تطلع الاكس بكام؟ 108 على ال 12 تطلع
تسعة. يلا بينا اللي بعده. ما طول مسقط اي دي على اي سي؟ حلوة دي. ما طول مسقط اي دي على اي سي؟ يبقى المسطرة بتاعتي تتحط على الاي سي، هي دي اللي احنا هنسقط عليها. في حرف متكرر؟ لا. طيب مش مشكلة، يبقى احنا هنسقط الحرفين. الاي لما يسقط هيسقط عمودي كده، يبقى في الحتة دي كده. طب والدي لما يسقط هيسقط عمودي كده. اسمها دي شرط، اسمها ايه شرط. هو ده المسقط يا مستر. طوله بكام بقى؟ يا عم ما انا كونت مستطيل اهو، مش ده طول 4؟ يبقى المسقط طول 4، خلص الموضوع. المسقط اللي تحت طوله ب4 زي اللي فوقيه. اللي بعده. دائرة طول نص قطرها 5 سم، فما طول قطرها دخلنا في الدايرة. قوانين الدايرة يا ولدي، قوانين الدايرة. ده سهل الأول. طول نص قطرها 5 يبقى طول قطرها 10 طبعا. معروفة إن الدي اللي هو القطر بيساوي 2 ار، معروفة. طيب مساحة الدايرة بتساوي إيه؟ ومحيط الدايرة بيساوي إيه؟ محيط الدايرة 2 باي ار، وليه قانون تاني دي باي. يعني إيه دي؟ الدي دي اللي هي القطر اللي هي 2 ار، فأنا كأني شلت الار وشلت معاها الاثنين وحطيت مكانهم دي اللي هو القطر. فعشان تجيب محيط الدايرة اضرب القطر في باي أو 2 باي ار، هم دول قانونين المحيط. طب المساحة باي ار تربيع، كأن الاثنين دي طلعت فوق هنا كده. باي ار تربيع ده قانون المساحة وده قانون المحيط. المحيط برمز له بالرمز اس. يلا بينا. يبقى دي كده القوانين بتاعت الدايرة. سؤال 28. ما محيط الدائرة التي طول قطرها 16؟ بص ببساطة، مش هو اداني القطر؟ المحيط قانونه ايه؟ القطر في باي، بس القطر اللي هو اداهولي في باي. ما مساحة الدائرة التي طول قطرها 12 سم؟ مساحة الدائرة التي طول قطرها 12 سم، وهي قانون مساحة الدائرة يا مستر باي ار اس 2. طب انا معايا الار؟ لا مش الار، ده القطر. طب الار بكام؟ الار ب6 نصه. يبقى طبق القانون بقى باي ار تربيع، يبقى 36 باي، لان 6 تربيع ب36 باي طبعا سنتيمتر مربع. ما طول نص قطر دايره محيطها 22 باي؟ خد بالك بقى من حاجه، هو هنا طالب منك الار. طب اداني المحيط اعمل بيه ايه؟ ما عشان انت هتجيب منه الار. طيب مستر مش انت قلت لي دلوقتي عشان اجيب المحيط بستخدم القانون ده دي باي؟ دي باي يعني اللي جنب الباي ده هو القطر بالظبط. ال 22 دي هي القطر، يبقى نص القطر ب11. مش فاهم حاجه يا عم. بص يا عم هقولها لك بالطريقه الثانيه. اللي ادولك اكتب لي قانونه. هو اداك المحيط، اكتب قانون المحيط. 2 باي ار بتساوي 22 باي. الباي راحت مع الباي في الباي باي، 2 ار هتساوي 22. اقسم على الاثنين تطلع الار ب11. اللي بعده. ما طول قطر دائرة مساحتها 144 باي؟ اداني المساحة يبقى تكتب قانونها. امشي كده، اللي بيديهولك ده اكتب قانونه، تعمل معادلة تحل. المساحة قانونها باي ار اس 2 وسويها بالرقم اللي احنا اديناهولك 144 باي. الباي مع الباي في الباي باي جدع. ار تربيع بتساوي 144، عشان اجيب الار هاخد الجذر التربيعي تطلع الار ب12. 32. إذا كان محيط الدائرة يساوي سي وطول قطر الدائرة يساوي دي، فما قيمة سي على دي؟ طبعا سي على دي بتساوي باي، لأن احنا عارفين القانون اللي بيقول لي المحيط بيساوي سي بتساوي دي باي. هو هنا قسم السي على الدي، فالإجابة هتطلع باي. كأني قسمت هنا على دي، قسمت هنا على دي، يبقى الباي بتساوي سي على دي. ده قانون أصلا كنا مستنتجينه واحنا بنشرح الدرس. سي على دي بتساوي باي. طيب السؤال ده عشان عليه لغط كبير. ازاي اجيب مساحه الجزء الملون؟ هو الجزء الملون ده عباره عن مساحه الدائره الكبيره ناقص مساحه الدائره الصغيره، تجيب مساحه الجزء المتلون ده. طب مساحه الدائره الكبيره هجيبها منين؟ شوف نص قطرها.
الدايره الكبيره نص قطرها من ام لحد بي. ام بي مش معايا، هو مديني الام ايه بخمسه، من اول الام لحد الايه هنا 5. قرب لي كده بس الرسمه. مديني من اول الام لحد الايه كده 5 اهو، الحته دي كده ب5. ومديني الاي بي ب2، الحته دي كده ب2. يبقى الام بي كلها بكام؟ 5 و2 7. ده نص قطر الدايره الكبيره. هات مساحتها يلا. باي ار اس 2. مساحتها باي ار اس 2. باي الار بتاعتها ب7 اس 2. يبقى تطلع الاجابه 49 باي. دي مساحه الدايره الكبيره. طيب عايزين بقى مساحه الدايره الصغيره اللي جوه، اللي هي اللي جوه دي. نص قطرها كام يا مستر من اول هنا لحد هنا؟ ده نص قطرها طوله 5. يبقى مساحتها باي ار اس 2. يعني باي في 5 اس 2. يعني 25 باي. اطرح المساحتين تجيب مساحه الجزء المظلل ده. 49 ناقص 25 تطلع الاجابه 24 باي. سؤال حلو. 34. حجم الاسطوانه. ايه قانون حجم الاسطوانه؟ اي حجم في الدنيا مساحه القاعده في الارتفاع. انا مش حافظ القانون اهو، يعني مساحه القاعده في الارتفاع. القاعده في الاسطوانه دايره، يبقى مساحه الدايره باي ار تربيع في الارتفاع اللي هو اتش. يبقى ده قانون حجم الاسطوانه، باي ار تربيع في اتش. معانا الحاجات دي، معانا الارتفاع اهو 5 ونص القطر اهو 7 وادي الباي رايمز. احسب لي بقى 7 تربيع 49 في 5 200. 7 تربيع 49 في 5 و7 على 4 24 مع 4 24. 245 باي. الارتفاع ب5 نص القطر 7. طيب احنا عندنا ايه؟ 7 تربيع 49 في 5 5 في 9 ب 45. 5 ومعانا الاربعه 5. هو هنا بقى مش عايز الباي، هو هنا حاطط لي الباي ب 22 على 7 صح؟ يبقى انا المفروض اكتب كده 22 على 7 في 7 اس 2 في ال5. تطلع معايا الاجابه على طول. هات لي الاله كده. 22 على 7 في 7 اس 2 اللي هي 49 في 5 تساوي. مالك يا عم بس ارجع تاني شوف. 770 زي الفل. ما المساحة الجانبية للأسطوانة؟ إيه قانون المساحة الجانبية؟ محيط القاعدة في الارتفاع، محيط القاعدة اللي هي محيط الدايرة يعني 2 باي ار في اتش. طيب يا شباب هنقف لحد سؤال 34. الفيديو الجاي إن شاء الله هنكمل من أول سؤال 35 عشان خاطر مدة الفيديو بتطول مننا. إحنا كده خلاص خلصنا يعتبر النص، لأن هو كل 49 واحدة إحنا خلصنا لحد 35، يعني أكتر من النص. إن شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي، ومعذرة للإطالة إن شاء الله تقدروا تلموا الدنيا ببساطة. السلام عليكم.